السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحه والعافيه. اليوم جبت لكم وصفه البوراك اللي تخرج لك كونتيتي كبيره، يعني اللي تبغي تخدمه وتدسه في كونجيلاتور. وهذه لافارس اللي خدمتها نورمالمون تخرج لك 90 حبه، انا فضلت نخدم 80 حبه، ولافارس اللي بقات نخدم بها غراتان. بلا ما نطول عليكم نروحوا للوصفة وطريقة التحضير. عندي هذا الديول تاع جدتي يعجبني كل عام نخدم به، يعني هذه ماهيش بيبليسيتي ولا مي، هو يعني شباب ويعاونك في الخدمة. عندي حبة بصل كبيرة مرابيتها، عندي 5 بيضات، كمية تاع الزيتون اللي كنت قطعتها شرائح، وعندي باكية صغيرة روز مفيضتها، ولي زيبيس عندي الفلفل الكمون القرفة والكركم والسكنجبير والملح. عندي كيلو تاع فيونداشي، انا هذا اللحم شريته تاع اسبانيا، روحت غسلته ورسلته للبوشي طحنه لي. وعندي فرماج تاع البيدو، هذا عجبني بزاف بنين وما راهش مالح. وهنا لازم كي تخدمي هذا الكونتيتي كاع ما لازمش ديري مقله صغيره، ديري كيكوطه هكا كبيره ولا طاجين كبير. هنايا نديرو هذاك الحبه تاع البصل تاعنا، نديرو عليها مغرف تاع دهان ونخلوها تتقلى. هنا لازم نقلو البصل مليح. وهنا بعد ما قلينا البصل تاعنا نزيدو عليه الفيونداشي. هنا لازم كل حاجة تدي حقها في الطياب. هنايا نقلو الفيونداشي تاعنا مليح هو والبصل، ونزيدو معاه لي زيبيس باه الفيونداشي تاعنا كي يطيب ما يطيبش صامت من لي زيبيس والملح. انا هنايا نخلي اللحم تاعي مع لي زيبيس يتقلاو ونرجع معكم. وهنا بعد ما تقلى لي اللحم تاعي نضيف له الحبه تاع البيض. هنايا لازم في هذه المرحله ديري الحبه تاع البيض، لو كنت تخليهم من بعد من مورا ما ديري الروز يعني غادي يتعجن لك الروز وما يطيبلكش مليح هذاك البيض. وهنا خليهم يطيبوا ونرجع معكم. وهنا بعد ما طاب لي هذاك البيض نضيفوا كامل المكونات اللي هم باقين لنا. هنايا نديروا الكميه تاع الروز اللي كنا فيضناها كاع، ونديروا الزيتون، ونديروا الفرماج على حساب انتي كي باغيه. شوفوا البنات، قبل ما نكملوا الوصفه تاعنا ديروا لي جيم وكومونتير وابوني للقناه، واللي خصها اي وصفه تكتب لي في التعليقات نحطها لها. وهنا نكملوا الوصفه تاعنا. هنا درت كامل المكونات، درت الروز، درت الزيتون، وراني ندير في الفرماج. هنايا الفرماج اي فرماج يكون عندك، ما يهمش نوعية الفرماج اللي راهي عندك، أي فرماج اللي بغاه هذاك تاع المثلثات هذاك الصغير. هنا درت 3 مغارف كبار تاع فرماج. هنايا نروح نخلطهم فوق الغاز، يعني أنا نبغي المكونات كامل يدخلوا في بعضهم. هنايا بعد ما خلطنا لافاغس تاعنا مليح خليناها بردت، وهذا هو القوام تاعها. هنا نروح نجيبوا الديول تاعنا نقسموها على 2 ونبدو نشكلوا في الحبات تاوعنا. هنا نجيبوا الديول تاعنا اللي كنا قسمناها على 2، نجيبوا لافاغس نحطوها في الوسط ونسقموها على شكل حربوش ونبدو نطوو فيها. هنا رانا نحطو في لافاغس، نزيدو فوقها هنا نسقموها ونزيدو فوقها الفرماج ونبدو نطوو فيها. وهنا الصورة راهي واضحة، والبنات كامل يعرفوا يخدموا هذه النوعية تاع البوراك تاع لي سيغار، مايش حاجة صعيبة. انا نكمل كامل الحبات تاوعي ونرجع معكم. وهنا بعد ما كملت كامل الحبات تاوعي انا خدمت 80 حبه. هنايا هذه هي لافاغس اللي بقات لي. هنا لو كان تكملوها نتوما تخرج لكم
عن 90 حبة، يعني هذه لافاغس اللي بقات تزيد 10 حبات. والفرماج ديت لي هنايا نص البيدو. هذه هي الوصفة تاعنا لنهار اليوم. يبقى لي نقولكم تبقاو على خير وتهلاو في رواحكم، وما تنساونيش بالجيم وكومونتير وابوني للقناة باش تكبر العائلة تاعنا.